السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتاتي متبعات ديالي، كنتمنى يا ربي نلقاكم هاد الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله وبصحة وفطوركم. حلقة جديدة من مسلسل الدم المشروق. كما شاهدنا في نهاية الحلقة الماضية كانت مع غيتا، ملي جات لديك البلاصة حاول ميلود يهدنها وتسكت ما تغوتش باش ما تفيقش الام ديالو، ولكن لا، غوتات وهنا تعصب وضرب بالقرعة الحيط وتفرقع وخرجت منه واحد الجثة. غيتا تصدمت بزاف ملي شافتها. في نظركم شكون هو مول ديك الجثة، او لا شكون الشخص اللي كان تماك؟ الشخص اللي كان تماك هو الوعدودي، يعني هذاك الامين ديال السوق. غبر ما بقاش كيبان، حتى البشير كان كيقلب عليه ولا بالاحرى ولدو سول شحال من واحد، ولكن حتى شي واحد ما شافو مازال. من نهار مشات عنده رحمه وقاسم قالوا لي بغيناك تكون في جنبنا ولا ديري يديك في يدينا، حنا عارفين الفراقشيه ديال السوق. اولا شكون هما الفراقشيه وشفنا انا رقيه، اي واحد عرف السر ديالها، يعني من التقاليد ديالها تصفيها ليه ما يبقاش في وجود نهائيا. يعني بعد ما قال لي قاسم الهضره ان ولاد رقيه او رقيه هما الفراقشيه اللي كيفرقشوا الناس البهايم، وسقط الاخبار داكشي علاش صفات عليه وحبسته في ديك البلاصه. هنايا يعني نرجعوا لغيتا بعد ما شافت ديك الجثه، يعني رقيه هنايا غادي تفيق وغادي تقول لهم اشنو كديروا هنايا، تقول ملي ديك عارف ان هاد البلاصه ما كيوصلها حتى شي واحد. هنايا بعد ما عرفت غيتا السر ديالها او السر ديك البلاصه، غادي تربطها مع واحد العود تماك وغادي تعدى عليها مزيان، غادي تضربها وغادي ترجعها كل هاد المايات. اما بالنسبه الميلود حتى هو داكشي اللي غادي يوقع ليه، غادي يضربوه خوتو، غادي يرجعوه كل دميات حيت ما كيسمعش. وايضا يعني الام ديالو قالت ليه هاد البلاصه ما عمر شي واحد فيكم يحط فيها رجليه. غير تا غادي تعذب مزيان وغادي تشوف الموت وهي باقا في الحياه. اما بالنسبه يونس كما شاهدنا يعني اكتشف شكون هو اللي صفها لصالح. وهنايا كما فات لي قلت لكم ان يونس مع سعيده اتفقوا بجوج بهم باش هو يمشي يخدم مع رقيه ويجيب لها الاخبار. ولكن في نفس الوقت يونس خايف، حيت بعد ما كاين احمد كيعد لي الناس اللي صفوها لهم، يعني شحال من واحد حاول يعني يغدرهم وعرف لهم بزاف ديال الاسرار، وخرجوا من بيناتهم، يعني النهايه ديالهم كانت هي الموت وصافي. خاف على حياته، ولكن واخا هكاك غادي يكمل، غادي يتلاقى مع سعيده وغادي يخبرها بكل شيء، غادي يقول لها ان احمد قال لها قال ليه ان هما اللي صفوها لصلاح. ولكن واخا هكاك سعيده خصها ضروري ولا بدها تلقى داك التليفون خباتو رقيه وولادها، يعني هي اللي خباتو وحتى شي واحد ما عارف فين دارتو. ولكن سعيده اولا بالمساعده ديال يونس غادي يلقاوه مازال وغادي يكتشفوا الحقيقه، حيت السر الكبير اللي كاين في داك التليفون. كيوقف عليها صلاح وكيقول لها يعني الا بغيتي الحقيقه راه خصك تلقاي التليفون ديالي. اما بالنسبه للرحمه اللي غادي تجي عاوتاني عند القياس تقول لها ماشي هادشي علاش اتفقنا، ياك حنا دابا تشاركنا الدم، يعني ما خصكش مازال نكونوا نهائيا ما تكونش العداوه بيناتنا. علاش صيفطتي ولدك البارح باش يفرقش الى البهايم؟ هي ما فراسها حتى شي حاجه، غتقول لها انا ما فراسي والو، ما كنت عارفه حتى شي حاجه، وزيدوا ما صيفطوش، ربما غير تشابه ليك مع شي واحد اخر او لا يعني الباطل وصافي. قلت لها لا، راني شفتو بعينيا رجال البارح ومع شي وحدين اخرين وداو ليه البهايم. رقيه غادي تواجه مع ولدها وغادي تقول ليه كيفاش مشيتي تشفر البهايم ديال الرحمه، علاش مع من تشاورتي، واش قلتي لنا شي حاجه؟ او هو غادي يقول لها لا ما قلت لكم والو، ولكن انا محتاج زعما دوك الفلوس. هو اصلا بغى يبيع، ياخذ داك البهايم ويبيعهم ويدير شي حل لغيتا ما تبقاش تسكن عند الام ديالو، حيت بقات فيه بزاف. يعني واخا هكا كيبغيها ولكن ما عندوش نهائيا الجهد ليها، يعني ما عنده ما يدير باش يعتقها من داك الموقف، او لا الفلوس حتى هما ما عندوش باش يمشي يكري لها في شي بلاصه. داكشي علاش بغى يدير ولا بغى يسرق البهايم ويبيعهم. ولكن صدق قاسم مطور عليه، مشى خبر رحمه ورحمه خبرات الجنطان،
وحصلوا داك الشخص اللي كان مع ميلود. رقية غادي تعاقب ولدها على هاد الفعلة اللي دار عاوتاني، مشى لعب من مورا ظهرها بلا ما يخبرها بلا ما يقول لها حتى شي حاجة. بالنسبة لبشير كما شاهدنا ولدو قال ليه انت يعني باقي ما تعلمتيش شحال من حاجة. البشير خاصو ولا بدا ينتقم من رحمة، حيت هي اللي ردته في ديك الحالة ومشاو ليه المحلات ديال السوق ديال تاكزار، وايضا داكشي اللي كان خدا من رحمة يعني الفيرما والبهايم وبزاف ديال الحوايج، كل شيء مشى ليه يعني بلا ما يستفاد حتى شي حاجة. ومن فوق هذا الشيء كامل تثبت ليه في اعاقه يعني الشلل، ما كيقدر لا يهضر ولا يتحرك ولا حتى شي حاجه. داكشي علاش خصو ينتقم من رحمه وايضا من قاسم ومرقيه، خصو ينتقم منهم كاملين. غنشوفوا ان البشير غادي يقول لولدو الخطط ديالو يعني شنو خصو يدير، هو اللي غادي ينفذهم حتى غادي يوصل للمبتغى ديالو، اولا داكشي اللي كان كيظن انه غادي ينتقم فعلا من رحمه. ولكن رحمه شاهدناها قويه، ما بقاتش كي كانت من قبل، كتفكر بعقلها ومهدنا وما كتسرعش. تهنات من غيتا، ولكن مازال هي زعما اللي غادي تعتقها مازال، حيت كدير لها المشاكل. داكشي علاش حاولت تبعدها تفقد شغلها. وسعيده حتى هي بعد ما تعرفت عاوتاني اولا تلقات مع يونس، قالت لها ما كتساليني، ما كنتسالك الاملاك كلها بسميتي. واخا سعيده ما عجبهاش الحال، حيت هي الوحيده اللي ما في راسها لا طمع ولا حتى شي حاجه زعما لا مشاكل ولا انتقام ولا والو، بغات تعيش فقط غير في الهنا. داكشي اللي ما لقاتوش. رحمه رجعت قويه ولات شريره، يعني ما بقاتش كي كانت من يلاه جات. بالنسبه لغيتها كما قلت لكم، رحمه اللي غادي تعتقها، وحيت غادي تلقاها في واحد الحاله اللي هي صعيبه، وغتقول لرقيه كيفاش حنا ما عطيناكش البنت باش تعدي عليها اولا ترجعها بحال هكا. غادي ترجع للدار ديالهم ترتاح، ومن بعد يكون خير ديك الساعه نهضروا في هذا الموضوع. غيتا غادي تطلب مرحمه باش تساعدها، وما عمرها تخليها مازال ترجع عند رقيه. وغنشوفوا رقيه غيتا اللي غادي تطلب الطلاق من ميلود، واخا كتبغيه ولكن ما غاديش تستحمل نهائيا ديك العيشه مع رقيه. غنشوفوا مازال في الحلقات المواليه ان غيتا غادي ترجع لحمزه، ولكن حمزه غادي يستغلها هاد المره غير باش ينتقم من بنات خيره، خصوصا من رحمه، ينتقم منها وصافي. يعني غادي يبين عاوتاني لغيتا انه كيبغيها وهو اللي غادي يسعدها وعنده الفلوس، وغادي يتهلا فيها باش عاوتاني تغر، حيت غيتا اصلا كتغر غير بالمظاهر وبالفلوس، حيت طماعه بلا قياس. ومازال غتلا بها الايام، وغادي تندم على داك الشيء كامل اللي كانت كدير وما كانتش كتصنت نهائيا لرحمه. المهم هادو معظم اللقطات اللي غنشوفوهم في الحلقه المواليه والحلقات المتبقيه ومن مسلسل الدم المشروك. اشكركم متابعين الكرام على المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.